طيب الحلقة التانية، حلو الكلام ده. أهلًا وسهلًا بيكم في الحلقة التانية من برنامج تفكيك. في فرق كبير أوي بين إنك تكون عارف وإنك تكون فاهم. ممكن تبقى حافظ آيات وبتروح الكنيسة وبتصلي، ولكن لسه مش فاهم ربنا عايز يقول لك إيه. لسه في حاجات بتحصل في حياتك تفضل تقول عليها ليه يا رب مش فاهم. تقرا حاجات كتير أوي في الكتاب المقدس وما نكونش فاهمين معناها إيه، أو ما نكونش فاهمين هي حصلت ليه أو إزاي. في ناس كتير أوي بتسميها إن هي بتكون معرفة، ولكن هي غير مفهومة. معرفة سطحية، فهي بتكون معرفة. ناس كتير أوي عارفة حاجات كتير أوي في الكتاب المقدس، ولكن مش كلهم بيبقوا فاهمين هم عارفين إيه، أو مش كلهم يبقى فاهمين إيه اللي قدامهم ده. بس على فكرة أنت مش لوحدك في الموضوع ده. ناس كتير أوي في الكتاب المقدس كانوا عارفين ولكن مش فاهمين. مش كل الحاجات اللي بتقراها في الكتاب المقدس، أو مش كل القصص اللي بتحكي لك عن ناس كتير أوي عاشوا على الأرض وأنبياء وناس كتير أوي قديسين، ممكن تكون عارف قصصهم كويس بس مش فاهم حاجات كتير أوي في القصص دي. في حاجات كتير أوي بتتقال لنا في الكنيسة وبره الكنيسة، أحيانا بنكون عارفينها وبنمشي بيها ولكن مش فاهمينها بشكل كويس. المسيح ما بيزعلش مننا عشان قلة الفهم أو قلة البصيرة اللي بتكون عندنا. إحنا بنكون عارفين إحنا بنعمل إيه ولكن مش فاهمينه كويس. فالمسيح بيقعد معانا بصبر وبحب وبحنية، بيشرح كل حاجة بهدوء وبمحبة، بيبين لك إزاي الحاجة دي بتحصل وليه الحاجة دي بتحصل قبل أي حاجة. فالفكرة إن إحنا إزاي نعدي من المعرفة العقلية ونوصل للفهم الروحي، نوصل لفهم الحاجات اللي موجودة في حياتنا كمسيحيين، ولكن مش قادرين نتخطى حتة المعرفة العقلية ونتعامل معاها بشكل أكبر وأوسع. بنعملها أو بننفذها بسبب بس إن إحنا عارفينها بس مش أكتر. في الكتاب المقدس سليمان الملك بيطلب من ربنا مش عقل، بيطلب منه قلب فاهم. لما قال في ملوك الأول إصحاح 3 آية 9: فأعط عبدك قلبا فهيما. ممكن تبقى عارف وصية تحب قريبك كنفسك أو حبوا أعدائكم، ولكن أنت مش عارف إزاي تحب حد أذاك، لأن بكل بساطة ممكن تكون عارف القوانين ولكن مش فاهم قلب اللي حط القوانين دي. وممكن تبقى عارف إن ربنا بيحبك وبيحبك بشكل كبير جدا، بس مش فاهم هو ليه سمح بوجع أو بأذى أو بتجربة تكون شديدة مرت عليك. في لقا 24 تلميذي أمواس كانوا ماشيين مع السيد المسيح بعد قيامته، بيتكلموا معاه وبيتناقشوا في حاجات كتير قوي، ولكن ما كانوش فاهمين انه هو. والدليل على كده ان في لقا 24 آية 32 تلميذي أمواس لما كلموا نفسهم كانوا بيقولوا: ألم يكن فينا قلبا ملتهبا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب. فهو هنا كان عندهم معلومات بس ما كانوش فاهمين ان اللي ماشي جنبهم معاهم هو رب المجد يسوع المسيح. فهنا ربنا هو مش عايزك تسمع عنه، هو عايزك تمشي معاه وتفهم كل كلمه بيقولها لك. عشان كده بنقول ان المعرفه سطح لكن الفهم عمق. طب ليه في رايكم احنا بنعرف بس مش بنفهم؟ ممكن نكون بنقرا بسرعه، او مش بنصلي قبل ما نقرا، مش بنطلب من ربنا ان هو يفهمنا كل كلمه احنا بنقراها او بنعرفها في الكتاب المقدس. اهم حاجه في قرايتك للكتاب المقدس انك تقرا بتأني وتقرا بصبر بهدوء، تقرا كلمه كلمه في الكتاب المقدس عشان تفهمها بشكل كويس. زي كده الواحد لما يقرا مثلا جواب حب وهو بيقرا بسرعه ولكن مش مركز في الكلام، فعمره ما هيحس بالمشاعر اللي موجوده جوه الجواب ده. نفس النظام، انت عمرك ما هتفهم وتحس بالكلام اللي ربنا عايز يقوله لك جوه الكتاب المقدس. وطبعا هنا الكتاب المقدس هي رساله حب من ربنا لينا احنا كبشر عشان بيحبنا. هو كاتب كل حاجه في الكتاب المقدس عشان بيحبك، فيعتبر الكتاب المقدس ده هو كتاب حب. الحب ده بيبان في الام السيد المسيح وصلبه عشان يفدينا احنا وعشان يزيل الخطيه من علينا، وتبان كمان في رسائل الانبياء اللي جم مخصوص عشان يرشدونا للطريق لله. الحاجه التانيه وهي اننا ممكن نكون بنسمع وعظات كتير قوي بس مش بنسمح للكلام انه يدخل جوه قلبنا. في مره يسوع قال في متى 22 آية 29: تضلون اذ لا تعرفون الكتب وقوة الله. يعني ممكن تبقى ماسك الكتاب المقدس وبتقرا ولكن انت بتضل لانك مش عارف تفتح قلبك، مش عارف تقرا الكتاب المقدس وانت قلبك مفتوح عشان تستقبل كل كلمه ربنا عايز يوصلها لك. مش بتسال مثلا يا رب انت عايز تقول لي ايه من خلال الايه ديت مثلا، او من خلال الاصحاح اللي انا قريته النهارده، انت عايز توصل لي رساله ايه النهارده؟ لان كل اصحاح انت بتقراه اكيد واكيد بيكون فيه رساله موجهه ليك انت شخصيا ولينا كلنا كبشر. طب هل الفهم ليه طرق؟ ليه طرق كتير قوي قوي قوي. اول حاجه وهي الصلاه، زي ما قال داود في مزمور 119 آية 18: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. فقبل ما تقرا في الكتاب المقدس وقبل ما تفتح الانجيل وتقرا فيه، صلي ربنا وقول له الايه دي. تاني حاجه وهي الهدوء. الفهم عمره ما هيجي بالتسرع، الفهم محتاج وقت. تالت حاجه وهي الكنيسه، من خلال العظه والارشاد الروحي وقراءه الاباء والتناول، فربنا بيفتح القلب واحده واحده. رابع حاجه وهي الخبره، ودي بتيجي مع مرور الوقت. اوقات كتير الفهم مش بيجي فورا، لا بيجي مع مرور الوقت، مع التجربه، مع الوجع ومع الالم اللي انت بتتعرض له بعد كل تجربه وبعد كل موقف معين بتتعرض له. وساعتها كده بتقف قدام ربنا وتقول له انا كده فهمت، انا كده وصلت للحاجه اللي انت كنت عايز تفهمها لي من بدري. بطرس في الكتاب المقدس كان عارف ان يسوع هو المسيح او المسيح، ولكن للاسف ما كانش فاهم يعني ايه صليب. لما سمع المسيح بيقول له ان انا هتصلب، رد عليه وقال له حاشاك يا رب. فيسوع هنا بيرد عليه وبيقول له: انت معثره لي لانك لا تهتم بما لله
ترجمة للناس. بدل مثلا يا صاحبي كان نبي، كان سامع صوت ربنا وكان عارفه كويس قوي، ولكن ما كانش فاهم ليه قلب ربنا عايز يرحم نينوى، وللاسف عاش حياته ما بين الهروب والتذمر والعصيان. طب انا دلوقتي المفروض مني ان انا اعمل ايه؟ لو حاسس انك بتسمع كلام كتير وبتقرا كتير ولكن لسه مش قادر تفهم كويس، عايزك تركز وتاخد معايا الخطوات دي. عايزك تقعد في مكان هادي، مكان ما يكونش فيه دوشه حواليك وضوضاء تاثر على قرايتك في الانجيل. قبل ما تقرا في الانجيل عايزك تصلي قبل ما تقرا، اسال ربنا وقول له يا رب مش بس فهمني بل غيرني وخلي كلمتك تاثر فيا، وخلي رسالتك توصلني عشان اعرف اعمل ابديت لحياتي واعمل ابديت لشخصيتي، بحيث ان انا اكون مناسب لرسالتك واكون مناسب للكلام اللي انت عايز توصله لي، بل واطبقه في حياتي. كمان كلم اب اعترافك او مرشدك الروحي، وصدق ان الفهم بيجي بالنعمه مش بالمجهود العقلي، وانك تقرا كتير وانك تتعب نفسك في انك تحاول تفهم. لا، نعمه ربنا هي اللي بتفهمك، هي اللي بتدلك، هي اللي بتوصلك للكلمه اللي ربنا عايز يقولها لك. خلينا ناخد اول حاجه وهي الصليب. هل الصليب علامه استفهام ولا علامه حب؟ كلنا بنشوف الصليب متعلق في البيت ومتعلق على رقابنا ومتعلق في الكنيسه في كل مكان، ولكن هل عمرنا فهمنا معناه او فهمنا ليه الصليب؟ الصليب هنا هو مش بس وسيله موت، ولكن الصليب هو المنبر اللي المسيح وقف عليه وقال لك انه بيحبك وبيحبك قوي. كمان الصليب والمسيح متعلق عليه وهو متعذب ومليان بالالام مليان بالدم، هو بيقول لك انه بيحبك بطريقته هو، بطريقه الفدا، بالطريقه اللي انت كنت المفروض تكون مكانه على الصليب فيها، لانك انت الخاطي مش هو. طب هو ليه مات؟ هل هو كان مجبر على الموت عشان يشيل الخطيه؟ بالعكس، المسيح بيقول هنا ليس احد ياخذها مني بل اضعها انا من ذاتي. في كل مره بتبص للصليب افتكر ان دي مش مجرد خشبه، بل انها قدس اقداس الحب. دي يا صاحبي هي الحضن المفتوح بكل دراعاته كده من غير شروط. فهنا الصليب مش علامه استفهام بل انها علامه حب. ما تسالش ليه يا رب انت جيت وتعذبت علشاني انا الخاطئ، بل اسال ليه يا رب محبتك كانت كبيره قوي كده. الحاجه الثانيه وهي التناول هو اكل ابدي مش طقس روحي او ارضي من قديه. ممكن تكون في ناس كتير قوي مننا بتروح تتناول بس مش حاسين بالقيمه، حاسين بس ان هو واجب او فرض لازم نروح نعمله. بس الحقيقه ان التناول مش احنا اللي رايحين المسبح، بل المسيح بكل مجده هو اللي جاي بجسده ودمه لينا. زي ما قال كده يسوع المسيح في يوحنا 6 ايه 51: انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، ان اكل واحد من هذا الخبز يحيا للابد. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطه في التناول المسيح بيتحد بجسدي وبروحي، وفي كل مره بتناول ده مش بس تجديد عهد، ده زرع حياه ابديه جوايا انا. ولو دخلت التناول من غير فهم ممكن تخرج جعان زي ما دخلت، ولكن لو داخل بجوع روحي بتطلع شبعان وشبع ابدي، بل انك كمان بتكون مملوء نعمه من جسد ودم المسيح. حاجه كمان مثلا ممكن نكون عارفينها ولكن مش فاهمينها كويس، وفي ناس كتير قوي ما بتحبش الحاجه دي، وهي الاعتراف المفروض انه كرسي نور مش كرسي خزي او كرسي اللي انا بعترف بيه بكل خطاياي وانا مكسوف من اب اعترافي او مكسوف من ربنا اللي انا خطيت قدامه كل الخطايا دي. في ناس كتير قوي ما بتحبش كرسي الاعتراف، بتخاف من الكرسي ده وبتخاف من الاعتراف بالخطايا. في ناس كتير قوي كمان بتقول انا ليه اعترف من اصله. بس الفكره ان احنا لو فهمنا معناه هنكتشف انه اكتر الاماكن اللي بنختبر فيها رحمه ربنا. الاعتراف مش فضيحه ولا كشف اسرار، ده كشف الجرح عشان تحط عليه الدواء اللي يشفيه والمرهم اللي يشفيه. ربنا قال من يقر بخطياته يرحمه. ففي سر التوبه انت بتسمع بصوت عالي مغفوره لك خطاياك، مش ثمن راحه مؤقته بل ده تاكيد سماوي بالمغفره وبالرحمه. وفي كل مره بتقول يا رب انا غلطت، ربنا بيرد عليك وبيقول لك كمل انا سامحتك عادي جدا. عندك كمان الروح القدس مش بس فكرة، ده شخص بيشتغل جواك. طب هل احنا عارفين يعني ايه روح القدس؟ الفكرة هنا ان هو مش طاقة، مش احساس بيجي بعد الترانيم او بعد العظة او بعد الصلاة او بعد التناول، ده هنا شخص الهي زي ما اتقال في الكتاب المقدس روح الحق يمكث معكم ويكون فيكم. يعني بمنتهى البساطة هو جواك بيعلمك وبيذكرك وبيوقفك لما تغلط وبيدفعك انك تصلي وبيقول لك كمل في اي حاجة انت بتبقى خايف منها، بل انه كمان بيسندك لما بتقع، وهو اللي بيخلي جواك الروح اللي تجدد فيها طاقتك بحيث انك تقوم من تاني. بس الفكره هنا والمشكله الكبيره ان احنا ساعات بنطفيه. فهنا ربنا بيحذرنا في الكتاب المقدس في رساله تسالونيك الاولى بيقول لنا لا تطفئوا الروح. فكل مره انت بتبقى خلاص بتعمل الحاجه الغلط في حاجه كده تتحرك جواك، فده روح القدس بينبهك اول باول قبل ما تعمل الخطيه او قبل ما تعمل الغلط اللي انت رايح تقع فيها. حتى لو في تجربه مثلا انت عايز تعملها ربنا بيشجعك انك تتخذ التجارب ديت وتثق فيه، ولكن لو تجربه فيها شر ليك فالروح القدس برضو بيشتغل جواك ويقول لك لا وقف، فهي مش بتاعتك. كل مره بتبكي من كلمه او من ترنيمه او
بتحس قوي بالمشاعر اللي بتبقى موجوده في كلمات الترنيمه دي، وبتحس قوي بالمشاعر اللي موجوده في الجمل اللي انت بتقراها في الكتاب المقدس، واعرف ان ده الروح القدس هو بيقرب قلبك لربنا. وبالمناسبه المشاعر دي بتبقى حلوه جدا جدا، لانها بتغذي الروح وبتنمي حياتك الروحيه، وبتنمي صلتك بربنا، لانك بتطلع كل المشاعر دي وبتهديها لربنا عن طريق الروح القدس. خامس حاجه وهي الوصايا. الوصايا مش قوانين تأيدك، دي المفروض ان هي تكون جناحات تطير بيها. الناس ساعات بتشوف وصايا ربنا على انها ممنوعات وتحذير وحاجه قاطعه، ما هو خلاص لا، ده ربنا قال عليها لا فهي لا، ربنا عليها ايوه فهي ايوه. بص، مش بالظبط كده، ولكن تعالى فاهم. الوصايا هي مش سجن، مش ربنا بيحطك جوه سجن وبيفرض عليك قوانين لازم تنفذها، ولكن الوصايا هي اشبه بسور بيحاوطك. وهنا سور بيحاوطك برضه هو مش سجن، بل سور بيحاوطك عشان يحميك من الشرور اللي بره السور ده، يحميك من انك تقع في الهواء. السور ده بمعنى صح بيمنع عنك كل الخطايا وكل الحاجات الوحشه وكل الحاجات اللي ممكن تصيبك انت. فالسور ده بيلف حواليك بشكل كده واسع كبير قوي، بحيث انك ما تغلطش وبحيث انك تكون كويس، ويمنع عنك الخطايا اللي ممكن تاذيك وتوقعك. فهنا ربنا ما قالش مثلا لا تزني عشان يضايقك، بل انه قال كده عشان عايزك نقي من جواك وعايز يحافظ على النقاء ده فيك وفي روحك. ما قالش لا تقتل عشان يزود القانون، لا، ده قال كده عشان ما تعيش بقلب غضبان وعنيف طول العمر. الفكره هنا ان داود النبي فهم وصايا ربنا، ولما جه يتكلم ربنا قال له وصاياك احلى من العسل والشهد. لو فهمت ان الوصايا مكتوبه بقلب اب خايف عليك وحنين قوي عليك وعايز يحافظ عليك بشكل كبير وبشكل يخليك عايش نقي وفي روح الله على طول، هتبدا تحب الوصايا دي وتعيش بيها من غير ما تحس بعبء او من غير ما تحس انك متضايق وانها تقيله عليك. حاجه اخيره ممكن نكون عارفينها كويس قوي ولكن مش فاهمينها او مش فاهمين هي ليه بتحصل لنا، وهي الالم. الالم عمره ما كان عقوبه من الله للانسان، لان الله هو بيحب الانسان. قال كده في كلام مقدس ولذتي في بني ادم. هو بيحب ربنا بشكل كبير قوي، لكن الفكره هنا ان الالم هو باب واسع قوي فهم اعمق. كلنا بنسال السؤال ده اللي هو ليه يا رب الالم؟ ليه؟ طب ما انا ماشي معاك وبحبك، ليه سمحت بالالم ده يخش جوه حياتي انا؟ بس الحقيقه زي ما قلت ان الالم مش ضد محبه ربنا ليك كانسان، ولكن الالم اوقات بيكون الطريق اللي بيعلمني فيه اسمع صوته بشكل اوضح وبشكل يكون مسموع وافهمه بشكل اكبر. في المزامير داود بيقول قبل ان اذل انا ضللت، اما الان فحفظته قوي. في ناس كتير قوي اكتشفت وجود ربنا جوه الالم وجوه الازمه اللي هي فيها، في مستشفى وفي تعب او في مرض جالهم او في جنازه في فقدان حد عزيز قوي عليهم، بيكتشفوا وجود ربنا في الالم وفي التجربه اللي ربنا بيحطها. طب ليه؟ يعني ليه الناس دي بتكتشف ربنا في الأوقات دي؟ أو ليه ربنا لازم يحط التجربة عشان تعرف تسمع صوته بشكل أوضح؟ لأن بكل بساطة الألم لما بيجيلنا في حياتنا هو بيكسر السطح، يخلينا نتعمق أكتر ونغوص أعمق في حب وروحانية الله، بحيث إن احنا نفهم أكتر ونكتشف وجوده أكتر وأكتر وبحب أكبر، بل إنه بيخلينا نغوص أعمق حضن الله. وكمان خليك فاكر إن المسيح ذات نفسه ما خلصناش بكلمة أو ما خلصناش بملك أو ما خلصناش بحاجة، المسيح خلصنا بالألم وخلصنا بالعذاب وخلصنا بالصلب. فقبل ما تقول ليه يا رب انت حطيت الآلام دي في حياتي، قول له يا رب فهمني انت ليه حطيت الآلام دي في حياتي. يا رب انا متقبل التجربة ولكن خليني اطلع منها فاهم جوايا كويس قوي بمحبتك وفاهم الرسالة اللي انت عايز توصلها لي من خلال الألم ده. فانت ممكن تكون عارف ولكن مش فاهم، بس الجميل هنا ان ربنا عمره ما زهق في انه يشرح لك كل كلمة وكل طريق هو عايزك تمشي فيه. عمره ما زهق انه يشرح لك كل مشاعر انت عايز تحس بيها. عمره ما زهق من انه يشرح لك كل كلمة هو عايز يوصلها لقلبك. عمره ما زهق انه يشرح لك كل تجربة هو حطها قدامك. ربنا عمره ما زهق انه يفهمك كل حاجة حتى لو انت عارفها بشكل سطحي. واحدة واحدة مع مرور الوقت ومع انك تكون مع ربنا بشكل اكبر بتفهم اكتر ليه ربنا عايز منك الحاجة دي او ليه ربنا حط قدامك الحاجة دي، وبتفهم حاجات كتير قوي انت كنت بس عارفها، وبتكتشف ده بعد ما بتفهم وبتحس باحساس جميل جدا اللي هو ياه، انا كنت عارف ان انا بعمل كذا عشان هي كذا، ولكن انا اول مره افهم انا ليه بعمل كده. الفكره كمان انك كل مره بتقعد مع ربنا فهو بيقربك اكتر لقلبك. فهنا الدرس الحقيقي والفهم الحقيقي مش في الكتاب المقدس بس، الدرس الحقيقي والفهم الحقيقي المفروض يكون في العلاقه اللي بينك وبين ربنا. كل مره تقعد معاه وتقرا في الانجيل كده قول له يا رب اشرح لي وفهمني ووسع افاق عقلي عشان افهم مجدك وافهم قدرتك دي واقدر املا روحي بيها واقدر احضن محبتك وتكون موجوده في حياتي للابد، واقدر افهم كل كلمه انت عايز توصلها لي وما اكونش عارف الحاجات بشكل سطحي، بل اني افهمها واعيش جواها واكون في حضنك انت وفي محبتك انت. بس كده ممكن نكون خلصنا حلقه على قد كده، ولكن الغايه هنا انك تفهم مش انك تكون عارف. الغايه انك تدور على حاجات انت عارفها وتحاول تفهمها بشكل اكبر، عشان المسيح كان غرضه من الاول انك تفهم مش انك تكون آلة بتعمل الحاجات اللي انت عارفها وبس.